السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي هبة ودي قناتي. أهلا وسهلا بكم في قناتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا اشتركي وما تنسيش اللايك والشير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. الفيديو حماسي زي الفيديو اللي فات. هنكمل الريسبشن. تمام. هنا بقى أول حاجة حبيت أوريكم بقى كده لما إن أنا حطيت الفرش بتاع الانتريه. تمام. والدنيا هنا بقت متظبطه. الجزء ده كده كله كده بقى متظبط، وزي ما انتم ما شايفين كده ونضيف وزي الفل. يلا بقى هننتقل بقى يا جماعه الى الجزء ده. بصوا شايفين الدنيا هنا عامله ازاي؟ طبعا انتوا كنتوا شايفينها اكتر من كده المره اللي فاتت. لان المره اللي فاتت كان الشلت بتاعه الانتريه كانت على السفره وكده. بس بقى يلا بقى بينا نبدأ كده. بس قبل ما نبدأ يلا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعايزاكم كده تدعموني باللايك وكومنتات حلوة زيكم كده. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. المرة دي بقى غير المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت بدأت بالحوائط الأول وبعدين الأنتريه. المرة دي هبدأ الأول بالكراسي بتاعت السفرة وبعدين الحوائط اللي حوالين كده ال- السفرة. عايزه اقول لكم بقى ان الكراسي بقى لها فتره ما اتغسلتش. تمام. يعني انا بقالي بس سنه عند ماما هنا، بس كنت مأجلاها للعيد الصغير وبعدين ما كفاش معايا الوقت فخلاص بقى لازم ان انا اعمل كل حاجه قبل العيد، واخدت فرصتي ووقتي. يعني لسه فاضل كام يوم فانا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا جزأت كده الشقة، وقلت كل يوم هعمل جزء. فده هيبقى بالنسبة لي احسن ان انا ما اتعبش وفي نفس الوقت اخلص كل اللي انا عايزاه وبدون تعب ولا ارهاق ليا ولا اي حاجة. طبعا في الفيديو اللي فات جاني كومنت كده: انتي ليه بدأتي بدري؟ لسه العيد فاضله اسبوعين. طبعا زي ما قلت لكم ان انا مش عايزة اتعب نفسي ولا ارهق نفسي و... واعمل الحاجات كده في البيت وبتبقى مش واخدة حقها. ما انا لو ضغطت نفسي في يومين ثلاثة او اسبوع حتى فانا مش هعمل الحاجة كويس، وفي نفس الوقت مش هخلص كل اللي انا عايزاه. فانا يا جماعة شايفة ان انا ماشية كده صح. اديت لنفسي فرصة، هعمل اللي انا عايزاه، مش هرهق نفسي، مش هتعب نفسي، مش في حاجات كتير ورايا. عايزه اقول لكم بقى ان الميه اللي هي بخل بتمتص جدا جدا المسحوق اللي انا غسلت بيه القماش بتاع الكراسي. عايزه اقول لكم كمان بيديله لمعه حلوه قوي. فشايفين بقى هنا بطتي السوانتتا بطتي وقطتي. بصوا بقى يا بنات، شفتوا الفرق؟ ده الكرسي اللي انا خلصته وده الكرسي اللي انا لسه ما عملتش فيه حاجة. شفتوا انا شطورة ازاي؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم كده؟ شطورة ولا مش شطورة يا نوتيلاتي؟ ايه ده حلوة نوتيلاتي دي، انا اسميكم بعد كده نوتيلاتي. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الفرق؟ والله تسلم ايديكي يا بنتي يا هبه، والله يسلم ايديكي بجد شطوره. انا بقول على نفسي كده. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم، في فرق ولا لا، والفرق شاسع ولا لا. يلا بقى نكمل الكورس التاني. المهم بقى يا جماعه، انا بذكركم طبعا بصيام التسع ايام من ذي الحجه. يا جماعه فضلهم حلو قوي 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 قوي. بصوا الدعاء فيهم فعلا مستجاب. والله العظيم انا عن تجربة. انا فعلا والله العظيم كنت في قرب وقرب جامد جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان انا كنت بصوم السنة اللي فاتت. و طبعا احنا عارفين ان بعد قبل الفطار كده التوقيت اللي هو قبل المغرب بيكون الدعاء مستجاب اللي هو واحنا صايمين طبعا. فعايزه اقول لكم تخيلوا ما انتوا صايمين تاخدوا الفضل ده، وكمان دعاء كده مستجاب وقبل الفطار والكلام ده. فربنا ان شاء الله يتقبل مننا يا رب ويجعله في ميزان حسناتنا. اللهم امين يا رب العالمين. انا بشجعكم كده بقى، انا هصومهم ان شاء الله وبشجعكم كده على صيامهم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وترفعه كمان.
الفيديو بالصلاة على شفتوا بقى يا الحبيب. بنات، خلاص كده كنت خلصت الكراسي السفرة، غسلتها كلها، وبصوا زي ما انتوا شايفين كده بقت زي الفل. ما شاء الله اللهم بارك، الحمد لله. عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم ايديا بصوا اتعورت، صباعي اتعور، مش عارفه هو باين ولا لا، بس صباعي اتعور. بس اتعور من ايه؟ من القماش مش من الخشب. بس بقى فكده هاخد بقى شويه كده بريك، كده هشغل المروحه بقى عليها عشان تنشف، تمام، الكراسي كلها تنشف، وهاخد شويه بريك بس كده، وهبدأ بقى ان انا ايه، اغسل حوالين كده ال- السفرة اللي هو الايه الحيطة. تمام، هو مش هتبقى كتير يعني، هي مش متعبة، بس ايه عشان انا كنت معظم الحيطة بتاعت الريسبشن انا كنت عملتها. بس بقى هاخد بريك لمدة ربع ساعة وارجع تاني اكمل معاكم. عايزة اقول لكم بقى، ولا اخدت ربع ساعة ولا حتى 5 دقايق. انا بصراحة لما بيكون ورايا حاجة مش بعرف اقعد اريح، ببقى عايزة اخلص بسرعة بسرعة، لان كمان انا رايحة عند ماما ولازم اخلص يعني بسرعة عشان انزل لها. ودلوقتي الوقت اتأخر، لان انا لما بدأت الوقت متأخر. المهم بقى عايزة اقول لكم ان انا لمعت الترابيزة وكمان مايا. بصراحة ربنا يا رب يخليها لي ويحفظها لي يا رب، هي شطورة ما شاء الله، بتحب تساعدني. لكن ريتال بقى ربنا يهديها ويصلح لها حالها كده، يعني مأنتخة قوي. ما علينا، كده كده اصلا يعني بكرة ان شاء الله اخر يوم لها امتحان، فايه فخلاص بقى يعني مش هرحمها بعد كده واخليها تكمل معايا طبعا. مايا كملت السفرة من تحت، وزي ما انتوا ما شفتوا كده نقلتها هنا في الجزء ده. وبعدين هبدأ بقى ان انا اغسل ايه الحيطان. طبعا زي ما شفتوا كده حطيت الاوكسي باودر وكمان الجل والبريكس اللي هو كلور الالوان، تمام. بصراحة بيخلي الدنيا زي الفل. عايزة اقول لكم بقى هنا الحيطة دي مش نظيفة خالص، فهي من تحت لكن من فوق كويسة. وكمان فيها مشكلة ان الكراسي لما بتتحط الولاد بقى مش بيفهموا حاجة زي كده، ان هما ايه بيضغطوا الكرسي على الحيطة فايه فقشرت شوية. بس هي مش باينة قوي في الكاميرا. بس عايزة اقول لكم بقى ان انا هنا استخدمت السلك. عايزة اقول لكم خلى يعني السلك مع الايه مع السبونشة يعني بتاعت الايه اللي هي اللي انا بغسل بيها، يعني اللي هي ليفت، المفروض هي ليفت مواعين حادة، يعني هي خشنة شوية، بس انا كمان حطيت لها ايه السلك. عايزة اقول لكم خلت الحيطة بجد والله العظيم زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم ما شايفين مايا ما سابتنيش ولا لحظة. المهم بقى عايزة اقول لكم يا جماعة، ويعني حاجة انا يعني دايما بقولها وبحب اذكركم بيها، حاجة طبعا انا على طول بجربها، او انا على طول انا عليها يعني بعتمدها على طول، الاستغفار يا جماعة. بالله عليكم يعني عارفين يعني خلي طول ما انتوا قاعدين الاستغفار والصلاة على النبي كده يعني ملازمة لسانكم، لانه والله العظيم فعلا بتفرق جدا 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 في كل حاجة. طيب جربي كده ان انتي مثلا انتي قاعدة كده متذكرة ان انتي هتقولي ايه، تقولي ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هتلاقي نفسك والله العظيم يعني حتى لو سرحتي في اي حاجة فانت لسانك عمال يقول 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 بالاستغفار. نفس الكلام الصلاة على النبي، اي حاجة بأي ذكر والله العظيم انت ضمتي تقوليه، بتحسي ان انت يعني حتى لو سرحتي في اي حاجة فانت ايه لا لسانك شغال. غير كده كمان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعلا والله العظيم بدون ذكر ربنا فعلا مش قلبنا مش هيبقى مطمن. طول ما في ذكر قلبنا كده مطمئن والدنيا تمام وزي الفل. حاجة تاني عايزة اتكلم معاكم فيها، المساعدة للناس. يعني خليكم كده اللي تقدروا تعملوه مع اللي قدامكم اعملوه، عمرك ما تبخلي على حد بأي حاجة انت تقدري تعمليها، عمرك. صدقوني والله يا جماعة بتفرق جدا. بتلاقي يعني اللي يقف جنبك في أي شيء، يعني لو وقفت جنب حد بحاجة بسيطة جدا فربنا هيوقف لك حد في أكبر حاجة ممكن تحصل لك. هتلاقي حد ربنا كده سخر لك كده حد وقف جنبك وحل لك كل حاجة. بس عايزة اقول لكم مش شرط ماديات، لا، اي حاجة انك تقدري تعمليها للي قصادك اعمليها، عمرك ما تبخلي على حد.
ده انت لو قدرتي تقفي مع اللي قدامك بكلمة طيبة جبر خاطر، اقسم بالله العظيم اعملي اعملي. بس اهم حاجة انك ما تستنيش مقابل، اعملي الحاجة لوجه الله، واوعي تستني مقابل من حد. بصوا بقى يا جماعة، هنا كنت خلصت الحيطة دي وكمان العمود، ودخلت بقى على الباب الشقة، هعمله من جوه ومن بره، وهبدأ اخد العمودين الكمان اللي في الجنب دول والباب بتاع الغرفة دي، يبقى كده انا خلصت كل حاجة. عايزة اقول لكم بقى، وانا بعمل باب الغرفة صباعي دخل مش عارفة ازاي ما بين الحلق بتاع الباب والباب نفسه. فعايزه اقول لكم والله العظيم يعني الحمد لله ما كانش عندي حسن تصرف، غير يعني في لحظه كده جاتني ان انا فتحت الاكره وطلعت صباعي. دخل ازاي يا جماعه انا مش عارفه بصراحه، بس بقى كده الحمد لله يعني. طبعا عايزه اعرف بقى ايه رايكم ايه في تقسيم المهام بتاعت تنظيف العيد. قولوا لي كده بقى في الكومنتات ايه رأيكم في ايه الفكرة دي، ان انا اعمل لنفسي زي جدول. انا يعني بعتبر ان هو جدول. هنا بقى عايزة اقول لكم دي كانت اخر حاجة انا هعملها، اللي هو الجزء ده. شايفين يا جماعة العمود من بره فاتح ازاي ونضيف، والعمود من الجنب كده شايفين فيه فرق ولا لأ؟ دوت وش العمود انا كنت عملته مع الجزء بتاع الانتريه. تمام وسبت بقى العمود ده مع العمود ده مع الباب مع الجزء ده، ان انا ايه اعمله مع بعض. بصوا بقى، حابة اتكلم معاكم في حاجة تانية يا جماعة. بصوا، بلاش الفضفضة، بلاش الفضفضة بزيادة لأي حد. مش أي حد تفضفضوله وتتكلموا بكل اللي في قلبكم. والله العظيم في ناس قلوبها مريضة، في ناس ما بيعرفوش فعلا ان هما يحتفظوا بالسر. اي سر ممكن تقولوه والله العظيم شكرا ان العالم كله عرفته. وحاجة تانية، اوعي تقولي لحد حاجة انت لسه ما عملتهاش او لسه يعني حاطة في دماغك ان انت تعمليها. والله العظيم قلت لكم اصحاب القلوب المريضة كتير. اوعي تبصي لحد في عيشته ولا في اللي في ايده ولا حاجة. لو ربنا كرم اللي قدامك ده بحاجة، فانت عندك حاجة هو محروم منها. اه والله العظيم يا جماعة. فانا والله يعني بجد انا تعبت من الناس دي، الناس اللي بتبص في ايد في ايد غيرها وما بتحمدش ربنا على اللي معاها. الحمد لله يا جماعة، انا خلصت وخلصت، خلصت بجد وخلصت. خلصت طبعا الجزء ده كده كله، خلصت الحيطة كلها بتاعت الريسبشن خلصت. تمام. خلصت الجزء اللي المفروض اعمله النهاردة. كمان نزلت البرواز ونضفته كويس. وبعدين من ورا الكاميرا كمان طلعت على كرسي وعملت الحيطة من فوق. عايزة اقول لكم بقى ان الايه، ان المروحة دي جوزي لسه مركبها اول امبارح او امبارح يعني. كانت لما في الفيديو اللي فات ما كانتش موجودة ولا حاجة، بس فكيت الشبكة اللي هي الامامية، ما عرفتش ايه افك الريشة ولا الايه الشبكة الخلفية، فانا مستنية بقى جوزي لما يرجع وهو ايه هيفكها لي. وزي ما انتم ما شايفين كده انا سبت السفرة بالشكل ده لحد ما الكراسي كلها تنشف، عشان لو جبتها مكانها عايزه اقول لكم يعني ممكن الولاد يقعدوا عليها مش عارف ايه فيبوظوا الدنيا. بس بقى شايفين يا جماعه النظافه والجمال، شايفين. عايزه اقول لكم بقى يعني انتوا كمان اتحمسوا كده وقوموا كده تشجعوا، خلي عندكم كده يعني شجاعة كده وحماس كده بقى كمان خلصوا كل وانتوا ايه عاملين كل حاجة ومخلصين كل حاجة وكل حاجة على ما يرام. بس بقى يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بحاجة بسيطة جدا منه. تمام، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة.